لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفيديو سيكون مميز بإذن الله، وهو مهم جدا للراغبين لأداء الحج لهذا العام. هنوضح فيه أسعار الحج السياحي لعام 1447 هجريا 2026 ميلاديا طبقا للفئات الثلاثة. الفئة الأولى الحج السياحي ال5 نجوم. الفئة الثانية الحج السياحي الاقتصادي طيران. الفئة الثالثة الحج السياحي الاقتصادي بري. فضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إليكم التفاصيل. نبدأ أولا بأسعار الحج السياحي لفنادق ال5 نجوم. يوجد فئتين من الأسعار لهذا النوع من الحج. فئة ألف، وهي الفنادق ال5 نجوم والتي تبعد 250 متر من ساحة الحرم، ويكون السعر 560 ألف جنيه. فئة ب، وهي الفنادق ال5 نجوم والتي تبعد 1250 متر من ساحة الحرم، ويكون السعر 500 ألف جنيه. ننتقل إلى النوع الثاني الحج الاقتصادي طيران. يوجد 3 فئات من الأسعار لهذا النوع من الحج. فئة ألف، موسم كامل لفنادق تبعد 1250 من ساحة الحرم بسعر 285 ألف جنيه. فئة ب، موسم كامل لفنادق تبعد من 1250 متر وحتى 2000 متر من ساحة الحرم بسعر 265 ألف جنيه. فئة ج، تسكين الحجاج في المناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 245 ألف جنيه. ننتقل إلى ثالثا الحج السياحي البري. يوجد 3 فئات للأسعار لهذا النوع من الحج. فئة ألف، موسم كامل بفنادق حتى 1250 من ساحة الحرم بسعر 250 ألف جنيه. فئة ب، موسم كامل بفنادق تبعد من 1250 متر وحتى 2000 متر من ساحة الحرم بسعر 240 ألف جنيه. فئة ج، تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 220 ألف جنيه. ومن هنا نصل إلى نهاية شرح أسعار الحج السياحي لهذا العام. نتمنى أن يكون نال إعجابكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.